بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انا يا جماعة من كام يوم كده كنت نازل اصلي الفجر، بس يوميها كان مطره جامدة قوي. فانا داخل المسجد لقيت طفل عنده حوالي بتاع 8 9 سنين كده داخل يصلي معايا. فانا بصراحة يا جماعة حبيت اراقب الطفل دوت، لقيته واكتشفت ان هو بيصلي الخمس فروض في المسجد. فانا بصراحة حبيت اتكلم معاه، فبسأله بقول له هو انت يعني مين اللي بيصحيك الفجر؟ قال لي مامتي. قلت له انت بتيجي لوحدك كل الصلوات؟ قال لي اه. فانا قلت يعني بيني وبين نفسي يا ريت كل الناس تعتبر وتشوف ان طفل عنده حوالي بتاع 8 9 سنين بيصلي الفروض كلها في المسجد. وفي ناس كتير ما تصحاش تصلي الفجر، ولا حتى بتصلي الفجر ولا بتصلي اصلا الفروض في المسجد. فانا يا جماعه يعني بصراحه دايما وانا راح اصلي الفجر في المسجد بشوف ان ايه، وبلاحظ ان البيوت ضلمه والشوارع يعني هاديه. وانا خارج من المسجد بعد الشروق بشوف ان الشوارع زحمه والناس كتير. فانا بيني وبين نفسي قعدت اسال واقول هو ليه الناس مش بتقوم تصلي الفجر؟ يعني ايه السبب وايه المانع ان هم مش بيصحوا يصلوا الفجر؟ فانا يعني يا جماعه عايز اوجه لكل واحد بيروح شغله وبيصحى للشغل ومش بيقوم يصلي الفجر، هو انت ايه السبب بانك بتصحى للشغل بتاعك ومش بتصحى تصلي الفجر؟ يعني انت الشغل في قلبك اكتر من ربنا؟ يا اخي انت نسيت ان انت في يوم من الايام كنت بتدعي ربنا وتقول يا رب نفسي اشتغل، يا رب نفسي اشتغل. ما هو بعد لما ربنا كرمك ومن عليك بالشغل ما تقومش انت تصلي الفرض بتاعه؟ ده في غيرك مش لاقي شغل، وكل واحد بيروح جامعته وبيصحى لجامعته وبيروح وبيصحى لمدرسته. يعني انت الجامعة والمدرسة في قلبك اكتر من ربنا؟ ما هي دي معناها. اصحى قوم صلي الفجر. في ناس غيرك كانوا بيتمنوا ان هم يخشوا الجامعه ديت، وفي ناس اصلا معهمش فلوس ان هم يخشوا الجامعه ديت ويخشوا المدرسه ديت. وكل واحد نايم مش بيصحى يصلي الفجر. انت النوم في قلبك اكتر من ربنا؟ يا انا عارف ان النوم حلو والدنيا برد وكل القصه دي انا فاهمها، بس صدقني ان ربنا سبحانه وتعالى اجمل من النوم واجمل من اي حاجه تانية، بس انت محروم وما جربتش انك تقوم تصلي الفجر. بصوا يا جماعه، يعني عدم صلاة الفجر دي مشكلة زي ما يكون واحد بيته وقع. دي مشكلة ليه؟ لأنه هيبات فين؟ وكل واحد يعني مثلا اترفد من شغله، مشكلة ليه؟ لأنه هيصرف على أهله منين؟ فحتة عدم صلاة الفجر دي مشكلة ومصيبة. أنا عاوزك قبل ما تنام وتفكر تقول هو أنا ليه صحيح مش بقوم أصلي الفجر؟ عايزك تحطها في قلبك وتبقى مشكلة من ضمن المشاكل اللي موجودة في حياتك. أنا ليه مش بقوم أصلي الفجر؟ أنا يا جماعة معايا راجل في المسجد رجله مقطوعة. الراجل دوت يعني ركبته كده من تحت ركبته مقطوعة، فبيلبس رجل صناعية. فهو يعني انا يعني بستعجب منه، بقول يا يعني قد ايه الراجل دوت فعلا جميل، وقد ايه يعني اكيد ربنا بيحب الراجل دوت. انا عايزك تعتبر منه لما يكون راجل رجله مقطوعة وبيصلي كل فروض في المسجد وانت يعني مكبر دماغك. طب يعني طب ما انت نسيت يوم القيامة، ونسيت انك هتتحاسب، ونسيت انك هتقف بين ايد ربنا هتقول له ايه؟ انا لو كلامي مش مؤثر فيك اسمع سيدنا محمد بيقول ايه: من صلى البردين دخل الجنة. يا جماعة أي واحد عاوز يخش الجنة يصلي البردين. إيه هما البردين؟ العصر والفجر. وأتقل صلاة على المنافقين إيه هما؟ العشاء والفجر. يعني أي واحد يا جماعة مش بيصلي الفجر والعشاء يخاف على نفسه إن هو يكون من المنافقين. واسمع ربنا بيقول في القرآن: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. عارف ايه هو غي ده؟ وادي في جهنم. مين اللي هيخشوا؟ لكل واحد كان بيضيع الصلاة، لكل واحد بيفرط الصلاة، على كل واحد كان نايم عن الصلاة هيخش غي. ليه يا أخي تكون واحد منهم؟ واسمع ربنا بيقول ايه تاني؟ بيقول: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عارف ايه هو ويل ده؟ برضو وادي في جهنم. وعارف الآية دي معناها ايه وتفسيرها ايه؟ تفسيرها كل واحد كان بيأخر الصلاة عن ميعادها فله ويل. فما بالك باللي نايم عن الصلاة واللي بيضيع الصلاة؟ ده اللي بيأخر الصلاة ده حسابه. فما بالك يا جماعة باللي نايم واللي يقوم يصلي فرض ربنا؟ أنا دلوقتي يا جماعة عرضت المشكلة وعرضت إيه هي المشكلة. تعال نشوف حلها إيه. حل المشكلة ديت يا جماعة في كذا حل. الحل الأولاني أنا عايزك تتوب من كل الذنوب والمعاصي. ليه؟ لأن يا جماعة الذنوب والمعاصي بتحرم الطاعة. فانت عايزك تتوب وتقول له يا رب سامحني على كل الذنوب وكل المعاصي. عايزك تاخد بكل الاسباب انك تقوم تصلي الفجر. السبب الحاجه الاولانيه تاخد بيها ايه هي؟ عايزك تظبط المنبه بتاعك وتظبط الموبايل بتاعك، بس مش عاوزك تحطه جنبك. ليه؟
لان يا جماعه اي واحد بيحط الموبايل جنبه ولا المنبه جنبه بيطفيه وبيكمل نوم. لا، انا عايزك تحطه بعيد عنك عشان تقوم وتتحرك. انا اعرف واحد يا جماعه يعني كان اتحرم من صلاه الفجر 3 ايام. عارف جه قال لي ايه؟ قال لي انا من كتر ما انا اتحرمت كنت متضايق جدا، وفعلا كنت فعلا يعني هم جوايا. عارفين عمل ايه الولد دوت؟ قال لي انا حطيت الموبايل بتاعي فوق الدولاب علشان لما اقوم اصحى من النوم يعني احس ان انا فقت، واجيب كرسي واطلع على الكرسي واطفي المنبه واطفي الموبايل بتاعي. ده يا جماعه واحد صادق مع ربنا، نفسه فعلا انه يصلي الفجر، وفعلا بعدها قام صلي الفجر. هو عشان ربنا شاف الصدق في قلبه ففعلا قام. فانا عاوزك تصدق مع ربنا وتاخد كل الاسباب، وعاوزك تدعي تقول يا رب يا رب قومني صلاه الفجر. في ناس يا جماعه فاكرين، انا في حاجه بس عايز اقولها مهمه، في ناس فاكرين ان الشروق، ان صلاه الفجر دي ميعادها لغايه صلاه الظهر. لا، ميعادها لغايه الشروق. شوف الشروق ميعاده الساعه كام وبعدها تبقى الصلاه قضاء، خلاص الصلاه انتهت. انا عايزك زي ما قلت لك تاخد بكل الاسباب انك تقوم تصلي الفجر، وبعد لما ربنا يكرمك وتقوم تصلي الفجر عاوزك تدعي بدعاء مهم قوي. اولا اكثر دعاء كان بيدعي النبي ايه هو؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. انا عاوزك تدعي بعد لما ربنا يكرمك ويمن عليك بصلاة الفجر، قول له يا رب ثبتني على صلاة الفجر، يا رب ثبتني على صلاة الفجر. لما هتدعي كده صدقني ربنا هيثبتك على الصلاة. يا جماعة اي واحد مش بيقوم يصلي الفجر هو محروم، محروم صدقوني. خد بكل الاسباب وقوم صلي الفجر، وانا عارف ان جواك خير وعارف انك هتقوم تصلي الفجر. ربنا يكرمك ويثبتك عليها، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.